تصيب بلادي كل حاجه ناجحين بها، كل حاجه ناجحين بها ماذا بيا انا بلادي. ولكن يا جماعه كي الفشل مر الفشل والتمهبيل والاخر هذا أنا ما نسكتوش عليه. الشيء اللي راه صاري في كره القدم احنا دوكا خاطر ما يقولوا قصر دال ابراهيم معناها القصر يسكن فيه ملك. الملك راهو تاع البلوطه هاو كيقول لك قصر دال ابراهيم تاع الفيفا الفاف هو وعيسى حياته. عيسى حياته ملي خلقني ربي هو حاكم البالو تاع افريقيا وقال لك راهم يترشحوا مزال ويزيد لا 3000 راه دار باقي اللي يترشح في 3000 3000. عيسى حياته توفيق ماشي عيسى حياته من بكري هو حاكم البالو. المهم راهو ما عليناش اسيدي. راهو تناولنا القضيه تاعو ذاك النهار وكاين ناس قال لك اودي راهو الحاج هاو الحاج عليه هاو من بعد والحاج حج الروح الركن الخامس واش دخل راهو الحج في البالو. خير البالو لعب والحج حج عليه تقولوا الحاج راهو هاو اللي عاد يحج اللي يجمع اللي يروح المكان نقولوا له حاج. اما اللي يصلي ثاني نقولوا له المصلي واللي زكي يا المزكي يا اللي زكيت واللي الصايم صافي اللي يدير عباده نعيطوا له. خلونا يا جماعه هذه اركان تاع عباده بين العبد وبين ربه سبحانه عز وجل ما تخلطوش. حنا دوكا نهضروا مع راهو محمد راهو الملك تاع البلوطه في الجزائر. يا محمد راهو كي الفشل ماهوش عيب، انسان يفشل بالفشل اللي يبني النجاح. وكي ينتقدوك خاوتك ولاد بلادك ماهوش عيب، صحفيين ولا لاعبين قدامى ولا تكنيسيان ولا نورمال. نسمعوا راهو واش راه يقول. اطلق ما واحد يكتب في صحيفه ولا يتكلم في اذاعه ولا يتكلم في التلفزيون هذا ما ياثرش نهائيا ولا على الاتحاد ولا على المسيرين ولا على اللاعبين. فهمت؟ يعني الناس عندها حق في مختلف البلاطوات اليوم في كهذه سي طالامود يبدوا رايهم هذا معقول جدا ما في حتى مشكله. التجاوز مش ممكن والمفروض الناس تراقب التجاوزات لكن ابداء الراي بطريقه ديمقراطيه ما في حتى مشكله. وبالنسبه حتى الصحفيين اللي يكتبوا في الجرائد ما في حتى مشكله انه يبدي رايه ولكن في الحدود الملائمه. انا شفت بعض الناس خلي كمل كمل خلاص. بعض الناس كملها صح. ها اخي راك تقول يتكلم في حدود يا اخي ما قلنا لك والو. انت راك مسؤول الاول على البلوطه لعبه البلوطه في الجزائر. كي دير رايك ورايك يخرج فاشل واعوج ننتقدوك نورمال سي. ها انت يا بيناتنا انت يا كي ينتقدك رابح ماجر ورابح ماجر يشهد له العالم كاع. رابح ماجر يشهد له كاع العالم. ينتقدك بن الشيخ ثاني يشهد له العالم. واش فيها يا اخي ماشي عيب. يا ونقول لك حاجه سي راهو من المفروض الفريق الوطني ما يسيروش واحد لازم له جماعه ويتشاوروا ويتراياو والنقاش والدنيا نورمال بصح باش واحد ينفرد برايو. ها انت بالك راه قال له هو مديه الواد يقول له يا ربي امطرني. انت راك رايح للواد وتقول انا غير انه هو اللي نضوي البلاد. يهضر ماجر ماهوش مليح، يهضر بن الشيخ ماهوش مليح، يهضر حفيظ ماهوش مليح، يهضر النووي ماهوش مليح، يهضر الشمعه ماهوش مليح. يا ابن عمي ما نهضروش. ها نخلوك دير رايك ملاير تاكلوا في الملاير وتبهدلوا فينا وما نهضروش. ها وجاك الرد. عطاك لي الرد تاع ماجر. احنا محللين محترمين ومحترفين. احنا لما موجودين في الاستوديو لما نتكلم على مباراه تاع المنتخب الوطني الجزائري مثلا احنا نديروا اون كريتيك كما يقول لك كونستركتيف. اون كريتيك كونستركتيف ماشي احنا نشوفوا حوايج ماشي ملاح ونقول لك لعبنا مباراه كبيره. علاش صافي احنا ما راناش محللين. احنا رانا هنايا بالعاطفه فقط باش نعجبوا سيغتان بيرسون يحبوا يسمعوا الكلام تاعنا هذا. ولكن احنا لا احنا نعطوا راينا باحترام للاعبين وللمدربين. هل شفت رابح ماجر يوم من الايام الى كريتيكي لونترينور؟ ما نكريتيكيش. انا قلت لك انا ما نكريتيكش ولكن نتكلم مثلا بالمنطق. ها واش حصل في المنتخب الوطني ها واش راح يحصل هو هكذا. ممكن الناس يكونوا متفقين معايا او ما يكونوش متفقين ولكن انا نعطي رايي كمحلل. ولكن بعض ماشي يعني الناس هما اللي خلقوا هذه المشاكل وحبوا يديروا لنا في الصوره ماشي مليحه وغيورين على هذا الجيل هذايا. انا نقول لك بكل صراحه محمد انا نتكلم على نفسي ونتكلم على الجيل تاعنا وحتى ايضا الجيل تاع التسعينات ايضا ولا يمكن علاش نغيروا انا شخصيا
هاد الناس راهم يتكلموا اللي راهم يخلقوا هاد لو كونفلي دي جينيراسيون على جنب عندهم، لانه هما ما يعترفوش بلا جينيراسيون تاعنا، وما يعترفوش حتى بالنجمه اللي درناها في القميص الفريق الوطني. احنا ما نتعرفوش بكم، كاس افريقيا هذه ما نعرفوهاش، نعرفوا الجيل الحالي. ولكن انا نقول لهاد اللاعبين احترامنا كبير لهاد الناس اللاعبين، واحنا في اي وقت نشجعوهم حتى لو يحبوا نصائح، احنا رانا موجودين هنايا. ولكن راحوا بعيد ولينا حنايا اعداء هاد اللاعبين. انا شخصيا اعوذ بالله ما قلت انا محمد، وعلاش انا شخصيا رابح ماجور نكون غيران من هاد اللاعبين؟ هاو السي في تاعي هنا محمد، هاو السي في تاعي، هاو لك هذا السي في كاع واش حقق في حياتي الكرويه. ما فيش اي عربي ولا افريقي ولا اي واحد عنده البالماريس تاعي، وبكل تواضع محمد، لان هاد الناس هادو ما يحبوا يخرجوني من هاد العقود باش نتكلم، ولكن نتكلم. اليوم ارفض نكون متواضع، اليوم نرفض نكون متواضع ونقول الحقائق. رابح ماجور إلي شامبيون دي 4 كونتينون محمد، ازياتيك، اوروبيان، مونديال اي افريكان. كيفاش نكون انايا غيران على اي واحد؟ لو عندي منافس ممكن، ما عنديش حتى منافس لحد الان، لي تيت اللي ديتهم حتى واحد ما داهم لحد الان. لهذا انا اخو الكبير تاع هاد الناس هذوما، كما شفت مع محرز، كما شفت مع ابراهيمي. ولكن زين نقول لك مره اخرى محمد، هاد الناس يحبوا يديروا النميمه مع اللاعبين القدماء، نقول لهم ما تنجحوش، لان راكم تغطوا لي شاك تاعكم بهاد الامور هذه باش ديتورني لاتونسيون دو لوبينيون على هذا المشكل هذا. ولكن رانا نمشيو والمستوى راه يحبط، خاطرش المستوى جورناليست. انا كنت المهنه هذه نحترم الجورناليست كيما نحترم الطبيب الحكيم. انا الطبيب كي نروح قدامه سمعا وطاعا، والجورناليست خاطر سيت اون فونكسيون نوبل، ينقل كي تشوف الحقيقة. لافير واتير كاع تشوف الناس كيفاش تدخل باش تجيب الحقيقه. حنا الحقيقه هو يخبيها الجورناليست، حاشا كان دي جورناليست في مستوى ما عارفين كل واحد وين بلاصتو. انا نقول لهم كونوا رجال، قودوا نفوسكم بيديكم وبأعمالكم. ان غران سوسيولوج اونغلي واش يقول بني ادم اللي ما ينجمش يفكر ويقول واش حب هو ما كاش عنده معيشه في الارض. خلاص سمعنا الروراوه وسمعنا الرد تاع ماجر وسمعنا الرد تاع بن شيخ. واش نفهموا يا جماعه؟ رانا كلنا ابناء الجزائر، كل واحد عنده نظره كيف يقير على الجزائر وكيف يحب الوطن وكيف يخدم الوطن. ماشي اللي يحكم مسؤوليه يقول لك انا الملكي تاعي، الوالي يقول لك الولايه تاعي، والمدير يقول لك هذه الاداره تاعي، والوزير يقول لك الوزاره تاعي، والبوليس يقول لك انا هذا البراج تاعي، والاخر يعني رانا خاوه ورانا كي نحل، كل واحد عنده مهمه، نكملوا بعضانا، نعسوا على بعضانا، البلاد بلادنا وما عندناش بلاد واحده اخرى. في اي مجال، في التربيه كي نهضروا ماشي عيب، في البال وفي البلوطه، في اي حاجه، في الصحه، في اي حاجه، رانا في بلادنا. سيدي غير رانا في بلادنا وماناش ايادي اجنبيه ولا ايادي خارجيه تتوزي فينا، راكم تتبعوا فينا وتعرفونا. حنا رانا في الجزائر ورانا نهضروا وننتقدوا، ويكثر خير ربي ويكثر خير جدودنا اللي ماتوا على جال هذه البلاد وجابوا لنا الحريه، نتمتعوا بالحريه في بلادنا. هذا ما كان. قال لي حسين واش تطلع واش تهبط؟ روراوه هابط، رابح ماجر طالع، بن الشيخ طالع، والنووي هابط. هات لك